السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مشاهدينا الأعزاء على قناتنا وقناتكم أبطال وبطولات. اللي ده مش مشترك اشترك معانا وفعل زر الجرس حصلك كل جديد عن قناتنا. فقرة أخبار الأبطال. أحمد حسن كوكا يحرج محمد صلاح. رئيس الاتحاد الجنوب افريقي يدافع عن بيرسي تاو. دكتور أحمد عبد الغني المترشح لمقعد نائب رئيس النادي بيقول الزمالك يحتاج للإعانة والتبرعات. طب ايه القصة دي؟ هنعرف كل حاجة بالتفصيل. أحمد حسن كوكا عمل بوست مطول عن القضية الفلسطينية وحكى تاريخيا اللي حصل مع الفلسطينيين من أيام 48، وكمان قال في نهاية البوست بتاعه أنا بوجه البوست ده لكل أصدقائي اللي مش عرب أو الأجانب، عشان أنا بقالي 11 سنة بلعب في أوروبا، ففي ناس كتير مشتركين أو متابعين ليا مش مصريين، فأنا بعمل البوست ده وعامله باللغة الإنجليزية عشان الناس تعرف قضيتنا. وفي النهاية قال إن للأسف في تحديث نزل على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بيقيد أي حساب بيعترض على فكرة الكيان الصهيوني، وطبعا دي فيها إحراج لمحمد صلاح. من الناس اللي احنا شفنا ان هو زي ما بيقولوا كده بالبلدي عامل بنبانها، ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع ومكبر دماغه، مع ان هو المفروض فخر العرب وكان اول واحد يتكلم عن القضيه الفلسطينيه. رئيس اتحاد الجنوب افريقي لكره القدم اتكلم وقال ان بيرسي تاو ملتزم وموجود في كل معسكرات المنتخب، فمش معقول ان هو يتراجع ويبعد عن المنتخب بدون اسباب. هو اكيد عنده مشاكل زي ما هو قال، وانا ما اظنش ان هو في عنده مشاكل ما بينه وما بين المدير الفني. دكتور احمد عبد الغني المترشح لمقعد نائب رئيس نادي الزمالك امبارح كان في لقاء على قناه اون تايم سبورتس، فبيتسال ايه اللي ممكن يتم مع النادي علشان الصوره تطلع كويسه ويبعد عن جو المشاحنات والازمات الماليه. قال النادي يحتاج الى تبرعات من الجمهور ومن رجال الاعمال الزملكاويه ومن اعانات من الحكومه ورجال الاعمال عشان نقدر نعدي الازمه ونبني استاد 6 اكتوبر، عشان ده اللي هيكون فيه الامل ان احنا نتخطى الازمات اللي احنا عايشين فيها. النهارده بالمناسبه 15 اكتوبر يوافق عيد ميلاد اوزيل وتريزيجيه وديشامب، والثلاثه عيد ميلادهم النهارده، والثلاثه فازوا بكاس العالم. لاعب ارسنال ينضم لمنتخب مصر الشباب رسميا. مين اللاعب ده؟ لاعب اسمه كاميرون اسماعيل، انضم لمنتخب الشباب 20 سنه، ووالدته مصريه ووالده نيجيري، بيلعب في نادي الارسنال للشباب. علي معلول بالنسبه لحضوره للاهلي عشان ينضم لماتش سيمبا، علي معلول هيحضر ان شاء الله، عنده مباراه مع اليابان، هيخلص المباراه بتاعته على طول ويرجع على معسكر الاهلي عشان ينضم للفريق قبل ما يسافروا على ان شاء الله تنزانيا عشان ماتش سيمبا. مدرب جامبيا توم سنتيفيت بيقول اننا في مجموعه الموت، معانا السنغال ومعانا الكاميرون ودول مرشحين للفوز بالبطوله، ولكن لازم نقاوم عشان نقدر نتخطاهم. بيقول محمد صلاح منافس قوي لاي خصم يلعبه. طبعا في خبر مهم جدا، اوسوريو بيهرب من الزمالك بحجه انه مسافر 48 ساعه لكولومبيا يطمن على عيلته، لكن في اشاعات بتقول ان اوسوريو ممكن ما يرجعش، والمترشح في اقرب حد يمسك مكانه اجنبي هو مين؟ هو البيتسو موسيماني. في كلام ان بيتسو موسيماني الزمالك هيفاوضه او يحاول يجيبه ويمسك النادي بدلا من اوسوريو، ولكن مش عارفين اوسوريو هيرجع ولا لا. هو نفسه يعني الناس في نادي الزمالك نفسهم مش عارفين هيرجع ولا لا. وفي ماتش سموحه خلاص يوم الاثنين الجاي بعد كام يوم، بعد اسبوع بالظبط من النهارده. ربنا يعني يسهل ويشوف ايه اللي هيحصل، وبرضه خليكم معانا هنتابعكم بكل الاخبار. دي كانت اخبار معانا سريعه. واخر خبر واهم خبر، امام عاشور منتظر النهارده هيعمل اشاعه تشخيصيه عشان يبان هل هيقدر يسافر مع الفريق يلعب ماتش الذهاب مع الاهلي في سيمبا في تنزانيا ولا مش هيقدر ويستنى ماتش العوده. ده اللي هنعرفه، وخليكم معانا ان شاء الله في فيديو بالليل هنقول لكم على كل الاخبار. كان معاكم احمد زيكو على قناتنا وقناتكم ابطال وبطولات. ما تنساش تشترك معانا، فعل زر الجرس، هتعرف كل حصرياتنا واخبارنا وفيديوهاتنا. السلام عليكم.